تدخل قناتي على التليجرام اللي رابطها في البايو، تضغط على الرابط هذا، رابط الملف، تدير تنزيل النسخة، تضغط عليها وتستناه شوية لين يبدأ ينزل. هيك يبدأ ينزل هو حاليا توا، تستناه لين يتم كامل. بعد ما تتم من تنزيل الملف الجي تي اي، تنزل تطبيق زد ارشيفر وتضغط عليه وتخش للبرنامج، تنزل لأسفل شوية، تضغط على كلمة داونلود، تنزل للأخير بكل، تدور النسخة اللي نزلتها، هذه هي، تضغط عليها وتدير فيو عرض، وتدير ضغطة واحدة على كلمة نسخة يزيد الجديدة. أول شيء عندك خطوتين، الخطوة الأولى إنك تثبت الملف، الخطوة الثانية إنك تاخد ملف اللعبة ترميه في الداتا. نبدأ بالخطوة الأولى، تضغط على الملف هذا وتدير تثبيت، نضغط على، بيطلب مني كلمة السر. كلمة السر طبعا نضغط على الملف في البرنامج وندير له تثبيت. أول شيء بيطلب منك تكتب كلمة السر، طبعا كلمة السر هي قدامكم، دقيقة، تضغط هيك وتدير تثبيت. هذه كلمة السر وتدير اوكي، طبعا هذه هي كلمة السر وتدير اوكي، وينفتح لك وتدير تثبيت للتطبيق وتدير له تثبيت. طبعا اني مثبته مش حنزيد نثبته. تو نمشي للخطوة الثانية للملف، تقعد ضاغط على الملف هذا وتدير له كوبي نسخ، بعد تضغط فوق على كلمة الداونلود، بعدها تضغط عليه ذاكرة الجهاز اللي هي أول وحدة، بعدها تنزل لأسفل شوية تضغط على كلمة أندرويد، بعدها تنزل تضغط على كلمة الداتا، وبعدها تضغط على الخضرة الملوطة على اليمين هذه، وتستنى الملف لين يتركب لك وتقدر تشغل اللعبة. طبعا حتواجهك مشكلة، إذا ما واجهتكش خش العب اللعبة، لكن إذا واجهتك مشكلة إن الشاشة تقعد كحلة أو اللعبة تطلع لك بروحها، نجي نقول لك كيف. تنزل لأسفل تدور ملف اللعبة، طبعا هذا هو ملف اللعبة، هذا هو الملف، تضغط عليه، تدير كلمة فايلس، بعدها تدير كلمة txt هذه، بعدها تضغط على الملف الأول ضغطة مطولة وتدير هذا القلم، تضغط عليه، لا تضغط عليه ضغطة واحدة. هو الملف الأول تضغط عليه ضغطة واحدة، وتجي للملفات هذم الأول 3 ملفات، تقعد ضاغط عليه هذا وتدير إعادة تعيين هذه، تضغط عليها. طبعا لو أنت نوع معالجك مايل حتخليه ETC، ولو أنت نوع معالجك أدرنو حتخليه TXP، ولو DXR لو أنت معالجك أدرنو حتخليه DXR. طبعا أنا معالجي مايل خليته ETC. طبعا الملفات هذم الثلاثة الأولات، هذا وهذا وهذا باي، طبعا هذا وهذا وهذا تغيرهم. طبعا تغير في الكلمة هذه بس ETC هذه هي بس، وبعدها ترجع الخطوة التالي، تضغط على الملف الثاني حتى هو نفس الشيء، أول 3 تعدلهم، وتجي للملف TXD تضغط عليه حتى هو وتعدل أول 3 ملفات على حسب نوع معالج جهازك. بعدها تخش تلعب اللعبة وبإذن الله حتشتغل لك. وبما أن وصلنا لنهاية المقطع، ما تنساش تعطينا لايك ومتابعة، وهي سلام.